إذا سألت الشعب الجزائري كم مرة تم نقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا للعلاج منذ إصابته بجلطة دماغية سنة 2013 سيقولون عشرات المرات، ومنهم من يضيف إنه غالبا مما يتوجه إلى غرونبل الفرنسية أو المستشفى العسكري فالدغراس شمال باريس أو مصحات أخرى بسويسرا. لكن أن سألتهم هل بوتفليقة حي قد تجد جوابا مليئا بالشك. بالأمس أعلنت الرئاسة الجزائرية عن تنقيل آخر للرئيس بوتفليقة صوب فرنسا من أجل إجراء فحوصات طبي وصفتها بالدورية، هذا في الوقت الذي يستعد صقور الجزائر لترشيحه لعهدة خامس 2019. لكن في ظل هذه الأخبار تروج أنباء من داخل الجزائر تقول إن بوتفليقة فارق الحياة أمس الخميس عنص يناهز 79 سنة، وأن قصر المرادية يقوم وسط تكتم شديد بإعداد الخلف لتدبير مرحلة ما بعد عبد العزيز. غير أنه لوقف سيل مثل هذه الأخبار التي لا تجد من يؤكدها أو ينفيها، اعتمدت بعض الجرائد المحسوبة على المؤسسة العسكرية في الرد على مثل هذه الأنباء بنشر أخبار تقول إن بوتفليقة وصل أمس الاثنين إلى غرونبل في حدود 5 مساء إلى العيادة التي ألف زيارتها من أجل لقاء طبيبه الخاص جاك مونسيغو المتخصص في أمراض القلب، مضيفا أن الرئيس قد يمكث هناك عدة أيام. لا تنسى الاشتراك على قناتنا لكي يصلك كل جديد. شكرا لمتابعتك، إلى لقاء قريب.